السلام عليكم حبايبي، يسعد لي صباحكم ومساكم. النهارده عندنا اللفت القمر ده كده، قلنا نعمل ايه حبة مخلل صغيرين، يعني مش كتير، بس يعني بالمرة يعني حاجة تبقى موجودة في البيت. وبرضو انتوا عارفين الشتا بقى خلاص، فبدأ بقى اللفت يطلع والمخللات بتاعتنا الحلوة دي نبدأ بقى ايه كده نخلل حاجات بسيطة ومبتاخدش أي وقت. هنعمل في الفيديو ده مخلل، وهنعمل كمان محشي مع بعض، وأنا عملت معاكم محشي قبل كده بس برضو عشان اللي فاتوا، ولو في أي تكة كده أوريها لكم. وكمان بمناسبة إن أنا جبت محشي لقيت حاجات صغنطوطة وأنا هنا مش بلاقيها أبدا. زي ما انتم شايفين قشرنا كده اللفت بالشكل الجميل ده كده. طبعا هنبدأ بقى نقطعه نديله شكل حلو. هنشوف هنقطعه ازاي. الأول قطعته كده بالسكينة، وبعد كده قلت بقى ايه لأ، نديله بقى النقرشة الحلوة دي، ونعمل نفسنا زي بتاع المخلل بالظبط زي ما كنا بنشتريه من عند الراجل. نقطعه بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين صوابع كده، وبنحاول نخليها يعني متساوية على قد ما بنقدر بس. وهنشوف مع بعض ايه التكات اللي هتحافظ لي على المخلل بتاعي واللي تخليه مقرمش لغاية اخر واحدة فيه. انا بحب اقشره كله كده، في ناس بتقشر جزء منه بس وبتسيب جزء، لا انا بحب اقشره كله كده، مش بحب اسيب فيه قشرة خالص. وطبعا بنغسله غسلة حلوة، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. على فكرة أنا زعلانة منكم أوي، أوي، الفيديو اللي فات يعني بصراحة تعب لي نفسيتي، وكنت يعني هاقرر خلاص إن أنا هاوقّف خالص القناة. بس بصراحة قُلت لأ، في ناس برضه لسه بتتابعني، أي معلومة حتى لو صغيرة منّي ممكن تفيد أي حد. وزي ما أنا قُلت لكم قبل كده إن أنا عاملة القناة برضه عشان أولادي برضه يستفادوا من الحاجات اللي أنا باعملها. كلنا عارفين إن البنات الصغيرة مش بتركّز أوي في المطبخ، فبدل ما تيجي تتصدم بقى لمّا تتجوّز والّا تعيش لوحدها كده وتلاقي إن هي في حاجات نِفْسها فيها بس مش عارفة تعملها، فأنا باحاول إني أخرّج لكم الأسرار اللي موجودة عندي أو التكات اللي باعرفها أو كده. هنا كنا رشينا عليه ملح، كنا شطفناه كويس، بعدين رشينا عليه ملح كده ينزّل مَيّته، وبعدين هنرصه في البرطمان ده. ده كان برطمان عندي قديم بتاع أنشوجة، غسلته طبعًا لأنه إزاز، فباحب أوي البرطمانات الإزاز دي أحتفظ بيها، يعني بتنفعني بصراحة في المخللات. وبدأنا بقى إيه نحط كده زي ما إحنا شايفين، هنملى البرطمان بتاعنا، وبعد ما نملاه فيه كذا تَكّة كده هنعملها مع بعض، هتحافظ لي عليه مش هيطلّع أبدًا ريم أبيض. وحاولي المخللات بتاعتِك لمّا تعمليها ما تحطيش أبدًا إيديكِ فيها، حطي بالمعلقة طلّعي المخلل، أو في اللي هي زي المغرفة اللي هي بتاعة المكرونة ديّة، بتقدري برضه تطلّعي بيها المخلل. هنا هنحط كمية الملح المناسبة لكمية المَيّة اللي عندي، هاقول لكم قد إيه تحطي ملح على قد إيه مَيّة علشان يطلع معاكِ مضبوط. هتحطي الشطة بتاعتِك، ممكن تشيلي الشطة خالص وتحطي مكانها فلفلتين كده حُمر والّا فلفلتين كده حاميين، برضه هيدّيكِ نفس يعني الطعم. طبعًا ليه بنحط الشطة أو كده، هتدّي له كده يعني طعم كده يعني spicy كده يجنن. بُصّي، هو الملح هنحط حوالي نُص كوباية من الملح على الكيلو اللفت. طبعًا لو أنتِ بتحبيه أقل، يعني أنا حطيت هنا حوالي ربع كده، ربع كوباية ملح على على الكيلو اللفت. ماشي. في ناس بتحبه أحدق، في ناس بتحبه أقل. إحنا هنحط هنا التكات بقى اللي باقول لكم عليها، اللي هي معلقة من الخل هتحفظه لي جدًا، جدًا، ويعني أقل من ربع معلقة من السكر. ده لو ما حطيناش البنجر، لو حطينا البنجر ما تحطيش سكر. البنجر هنقطّع بنجر بالشكل الجميل ده ونحطه معاه، وهيطلع المخلل بتاعِك روز كده ويجنن، والطعم والقرمشة حكاية. هنا دخلنا على الوصفة التانية، والوصفة التانية باقول لكم بقى هنا هنجيب مجموعة من الخضار، دي طماطم وبصل، أنا قطّعت كده البصل بالشكل ده، وعندي طماطم ودول فلفل. أنا مش باعمل فلفل كتير لإن مش كلنا بنحب الفلفل، فباعمل لا 2 لا 3 على حسب الموجود عندي. وده البصل والطماطم هنديهم بقى غسلة كده حلوة، وبعدين نرجع نشوف هنعمل إيه. طبعًا زي ما أنتم عارفين إن إحنا مش بنتوقّف عند حاجة، هنا هنحط مَيّة نحط فيها معلقة سكر، وهنحط برضه فيها معلقة ملح،
وهنشوف برضه هنحط ايه، ومعلقة كمون زي ما انتم شايفين. ليه هنحط الحاجات دي؟ الحاجات دي هنحطها علشان نسلق الكرنباية اللي عندنا. هنا الكرنباية دي كانت مكبوسة كبسة، يعني حاولت اني اطلع منها الورق معرفتش. فعملت ايه؟ لان هنا الكرنب مش زي الكرنب بتاع مصر الكبير ده الجميل ده اللي تعرفي تقطعيه وتطلعيه صعب قوي. المهم يعني، فحطيتها كده وقلت اسهل بقى على نفسي بدل ما اعذب نفسي واقطع الكرنبايه وتتبهدل مني واعذبها معايا هي كمان. خلينا كده انا احطها ونبدا زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه، قعدت اسيسها شمال يمين شمال يمين. طبعا انا قطعتها الاول من النص، يعني شلت الحته اللي فوق ديت اللي هي القلب، وبدات بقى ايه كده استفرد بورقه ورقه، نستفرد بورقه ورقه، نسلقها كويس ونطلعها نحطها في المصفى بتاعتنا لغاية لما خلصت الكمية بتاعتي. هنا بقى البصل اهو كنا غسلناه، شايفين البصل جميل جميل. بس بقى انا عيط، يعني كل ما نعمل بصل انا بصلايه بعيط منها. شوفوا بقى كمية البصل دي. ولا لما بروح البيتزارية واعمل بصل ببقى عذاب عذاب بالنسبة لي والله. حتى لو بعمله في الكبة، يعني هنا انا بعمله في الكبة بس طبعا ريحة المية بتطلع على عينيا بخليني اقعد اعيط. هنا كنا جبنا حلة وحطينا فيها حبة زيت وسمنة، طبعا على الحاجات دي كلها بتبقى على حسب الكمية اللي انت هتعمليها او اللي انت عايزاها. وهننزل بقى بالبصل بتاعنا الكمية الحلوة دي. هسيب بس حبة صغيرين يعني قوي اني احطهم بس نيين كده اهوت على الخضار بتاعنا. وهنبدأ بقى نقلب فيه شمال يمين شمال يمين لغاية لما يدبل أو تدبل كده معايا البصلاية. المهم يعني أول بس ما لونها بس يبدأ يغير كده هننزل بقى باقي الحاجات بتاعتي، وهي عبارة بقى عن الطماطم. هندي ضربة كده أو خلطة كده للطماطم. إيه لو ما عندكيش طماطم حابة تحطي صلصة حطي، بس يعني هي بتبقى أحلى بالطماطم. برضه هتزودي سنة صلصة، يعني مش هقولك إن انت هتعمليها طماطم بس، هتزودي سنة صلصة. وهتنزلي ده بقى بوريكم هنا. بصوا اول مره اشوف الحاجات الحلوه دي عندي هنا. لقيت بدنجان صغنون عشان رحت السوق بقى بتاع ميلانو. لقيت بدنجان صغير زي ما انتم شايفين كده، وكوسه صغنطوطه اموره. وانا عندي الكوسيه قد كده اهو، بتبقى كبيره جدا الكوسيه، وببقى بقسمها اتنين. ولقيت البدنجان الابيض بس معرفتش انقي منه غير اتنين تقريبا بس، يعني الباقي كان شكله وحش قوي، يعني ما مش عاطفي ابدا. ودي الكوسه اللي اخترتها، وغسلت طبعا الخضار بتاعي بالشكل ده. وهنبدأ نقوره. وهنا كنت رجعت تاني للبصلة بتاعتي، وهنزل بالطماطم وهنزل بالصلصة بتاعتي. طبعا أنا كنت قطعت كده فيها قرن فلفل حلو كده. وبدأت بقى أقلب. وهنشوف بقى لسه هنكمل صلصة، مش هنسيبها كده، ده كده ما يعملوش حاجة خالص. كده أساسا مش هتحمر المحشي، واحنا محتاجينه كده يبقى أحمر من جوه كده، يبقى شكله إيه، روعة. وهنكمل بقى، كملنا كده حطينا الصلصة بتاعتنا. هنحط البهارات. البهارات عبارة عن حبة شطة، ملح، كزبرة، وبهارات محشي. بهارات محشي دي بتجيبيها من عند العطار، بتكون جاهزة. بصراحة بتدي برضو ريحة وطعم وتست جميل قوي قوي في المحشي. أنا قبل كده ما كنتش بحب أعمل المحشي متسبك. بس أمّا جرّبته بصراحة متسبِّك عجبني أوي، وحسّيت إن هو بيضيف أوي للريحة يعني النكهة والريحة في نفس الوقت بيبقوا مختلفين وبيبقوا طعمهم لذيذ أوي. هنا سِبناه كده لغاية لمّا نطرت الإيدام بتاعها أو لغاية لمّا اتسبِّكت كويس. وبعدين هننزل عليها بالرُز، باوريكم اتسبِّكت إزاي وإزاي شربت الصلصة بتاعتنا إزاي ونشفت. هنبدأ بقى نحط الرز بتاعنا أو نحطها هي على الرز زي ما انت حابة بقى. هنا كنت غسلت الرز بتاعي وسبته يتصفى ونزلت بقى بيه. طبعا مش دي بس كمية الرز، استنوا استنوا، هنقلب دلوقتي الخضرة. حاولي قلبنا وفضيناهم كمان في صينية عشان نملك ان احنا نحشي. وحطينا الخضرة بتاعتنا. الخضرة بجد افتح من كده، بس الكاميرا تقريبا يعني مش جايباها مظبوط. الإضاءة أو الكاميرا معرفش. وهنا كان حبة البصل اللي قلت لكم سيبناهم بيض كده اهو. بدأنا نقلب كل الخلطة دي بالشكل ده كده لغاية لما ألاقي الخلطة بتاعتي خلاص كل الحاجات والمكونات يعني اندمجت في بعض. مين بقى بيحب يعمل المحشي وإيه أنواع المحشي اللي انتوا بتحبوا تعملوها؟
أنا بنوتي الصغنطوطة بتحب قوي تحشي معايا البدنجان، الكوسة، الفلفل، وأنا بصراحة ساعات بسيبهم لها، يعني بقول هي تتسلى، بس طبعا لازم تغسل ايديها، تغسل ايديها كويس، ترجع بقى تيجي تقعد معايا وتعمل. هنا خدت البتنجانيه كده وايه، ويعني قلت لها اكلك منين يا بطه وانتي صغنطوطه كده، وانا بقالي كتير قوي مش بعمل البتنجان الصغنن ده. قعدت بقى اور البتنجان بتاعي والكوسه والحاجات ديت، وبعدين نحشي. ليه بحط القلب بتاع الحاجات في أرضية الحلة؟ علشان ما يتلدعش أو ما يتلسعش مني الحاجة نفسها، يعني البدنجان أو الكوسة أو كده، بتحمهم لي، وفي نفس الوقت تقدري تاكليهم برضو، لأن دي حاجة من جوه البدنجانة كده كده. لو احنا بنقطع البدنجانة أو حاجة بناكلها، مش بنرمي الحاجات ديت. فالمهم أنا باعمل كده، بارمي في أرضية، بدل ما باحط بقى بصل ولا طماطم ولا بطاطس، ولا في ناس يعني كل واحد بيحط حاجة. طبعًا لو هاعمل طاجن زي ما عملته معاكم قبل كده، وتقدروا ترجعوا من الفيديو بتاع ورق العنب اللي بالريش، كان باللحمة الضاني، الريش الضاني كان تحفة، تحفة. في ناس برضه بتقدر تعمله بالكوارع، في يعني بُصّي تقدري تعملي اللي أنتِ عايزاه، بس بيكون الطعم أحلى بصراحة مع ورق العنب. يعني اللي عايز يحط أي حاجة من اللي أنا قُلتها دي يحطها مع ورق العنب، طبعًا بيدّيها صدمة الأول وبعد كده بيحطها، بتدّي طعم حلو أوي، أوي. وطبعًا بتستغني في الحالة دي عن أي إقدام بتحطيه، أو عن أي سمنة بتحطيها، لو بتحطي سمنة فوق الوش أو كده، بتستغني عنها خالص. هنا بقى باوريكم قورتها كده أهو. لا، لا، لأ، أنا باحبها أرفع من كده، باحبها رفيعة أوي، أوي، يعني اللي هي خلاص يعني هي الجلدة وبس. هنا كان المحشي بتاعي طلع، ودي بس اللي أنا صورته لكم البدنجان، لكن كان عندي صورة تانية ومش عارفة فين. كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، وما تنسوش فوفينا بلايك وشير وسبسكرايب.